وقتها حسيت بقى بصدمة كبيرة جدا، واستحقرت نفسي على اللي أنا عملته، وفضلت ألوم نفسي إن أنا وصلت للمرحلة دي، وإن مشاعري خلت حد يستغلني بالشكل ده. أنا سيدة متزوجة وعندي أولاد، وحياتي مع جوزي ما كانتش مستقرة خالص الفترة اللي فاتت، وكنا داخلين في مشاكل كبيرة جدا بشكل شبه يومي، لدرجة إن أنا كنت حاسة إن أنا مخنوقة جدا ومكسورة، ومفيش أي اهتمام ولا احتواء من جوزي خالص. وسط بقى المشاكل دي كلها، أنا اتعرفت على واحد من خلال السوشيال ميديا من حوالي 3 سنين. في البداية كان مجرد كلام عادي، وكان بيسمعني ويهتم بيا ويدخل يطمن عليا كل يوم. مع الوقت بقيت استناه واحكي له كل تفاصيل حياتي، وللأسف اتعلقت بيه جدا عاطفيا، وحسيت ان هو فاهمني اكتر من اي حد تاني. الشخص ده كان دايما يحكي لي عن مشاكله، وإن ظروفه دايما صعبة، وإن عليه ديون كتير جدا، وإنه شغله واقف، وإنه محتاج يساعد أهله، وكان كل شوية يدخل في أزمة جديدة. وأنا بحكم تعلقي بيه كنت بصدقه جدا، وأحاول إن أنا أساعده على قد ما أقدر، مرة مبلغ صغير مرة مبلغ كبير، لحد لما لقيت نفسي خلال الفترة دي كلها حولت له مبلغ 14,000 جنيه. وأنا للأسف كنت فاكرة إن أنا بساعد شخص بيحبني وهيقف جنبي، لكن بعد فترة كده بدأت ألاحظ تناقضات كتير في كلامه، وكل مرة كان يحكي لي حكاية مختلفة، ولما كنت أسأله عن أي حاجة يتهرب أو يقلب الكلام خناق. وبعدها اكتشفت بالصدفة إن هو بيكلم ستات تانية كتير بنفس الطريقة، وإنه بيحكي لكل واحدة نفس القصص ونفس المعاناة علشان ياخد منهم فلوس. وقتها حسيت بقى بصدمة كبيرة جدا، واستحقرت نفسي على اللي أنا عملته، وفضلت ألوم نفسي إن أنا وصلت للمرحلة دي، وإن مشاعري خلت حد يستغلني بالشكل ده. بعد اللي عرفته قررت بقى إن أنا أقطع علاقتي بيه تماما، وأتوب لربنا وأصلح حياتي مع جوزي، وما بقاش فيه أي تواصل بيني وبينه. وقبل ما اسيبه خالص طلبت منه ان هو يرجع لي الفلوس اللي اخدها مني، لان هو كان بياخدها على سبيل السلف، وانه اول ما ظروفه تتحسن قال ان هو هيرجعها لي. في البداية بقى اتغير كلامه، قال ان هو كان معتبر الفلوس دي هدية مني، وبعدها رجع قال انه هيحولهم قريب. وفضل يماطل بقى، مرة يقول معيش، مرة يختفي بالايام، مرة يدخل يتكلم باسلوب مستفز كأنه بيتعمد ان هو يقهرني ويستفزني. وفي الاخر لما ضغطت عليه وقلت له خلاص ابعت لي اللي عليك واقفل الموضوع خالص، راح قام عامل لي بلوك من كل مكان واختفى تماما، وكأن ال3 سنين دول اللي فاتوا ما كانوش موجودين اصلا. انا دلوقتي مش عارفة اتصرف ازاي. انا غلطت وعارفة ان انا غلطانة وندمانة اشد الندم، لكن في نفس الوقت الفلوس دي تعبي وشقية، ومن حقي اعرف هل اقدر استردها تاني، ولا اعتبر ده درس واتحمل نتيجة اختياراتي. وهل لو حاولت اخد اجراء قانوني هيكون ليا حق، خصوصا ان انا معايا التحويلات ورسائل بينا، ولا الافضل ان انا اقفل الصفحة دي خالص نهائي؟ بصراحة انتي ست مستفزة جدا. انتي بتحاولي تظهري نفسك ضحية وكأن اللي حصل ده مجرد غلطة بسيطة، لكن الحقيقة بقى انك كنتي متجوزة وعندك بيت وولاد، وبرغم ده دخلتي علاقة مع راجل غريب لمدة 3 سنين. مش لحظة ضعف ولا يومين كانوا زعل ما بينك وبين جوزك. انتي بتقولي بقى ان هو نصب عليكي واستغلك، وده ممكن يكون حقيقي فعلا. ازاي سمحتي لنفسك توصلي للمرحلة دي اصلا؟ وازاي كل ده بيحصل وانتي لسه على ذمة راجل وثق فيكي واعتبرك شريكة عمره؟ المشكلة بس مش في الفلوس اللي هما ال14,000 جنيه، المشكلة انك كنتي بتدي مشاعر واهتمام ووقت لحد تاني غير جوزك، ولما اكتشفتي ان هو بيضحك عليكي بقيتي عايزة ترجعي الفلوس، وكأن الأزمة كلها في المبلغ بس مش في اللي حصل أساسا. وبصراحة الشخص ده يمكن يكون نصاب فعلا، لكن انت كمان كنت شريكة في الغلط، لانك كملتي معاه 3 سنين كاملة وبمزاجك، ومحدش اجبرك تبعتيله فلوس ولا تفضلي مكملة معاه بعد ما شكيتي فيه. وكونك بقى ندمانة ده شيء كويس جدا، بس يا رب تكوني ندمانة على العلاقة اللي استمرت 3 سنين دي، مش على الفلوس اللي ضاعت وبس، لانك ظلمتي نفسك وظلمتي جوزك قبل اي حاجة تانية. وفي النهاية الفلوس ممكن تتعوض، لكن الثقة لما بتتكسر صعب جدا ترجع زي الأول. وأكبر درس في الحكاية دي إن أي علاقة بتبدأ غلط نهايتها لازم بتكون غلط، وبتوجع أكتر مما تتخيلوا. مستنية أعرف رأيكم في التعليقات، واستنوني إن شاء الله في حلقة جاية في مشكلة جديدة. السلام عليكم.